صلاح بيعيش أسوأ الفترات مع ليفربول، ما حصلتش من سنين وقت انضمامه للفريق، من بداية وفاة جوتا وحتى وفاة جده. تابع معايا وهتتفاجئ، مفيش دلوقتي ماتش بيخسر فيه ليفربول غير إن الكل بيعاتب صلاح على الخسارة وسايبين كل اللاعبين في الفريق. الواضح من بداية الموسم الحالي لليفربول مع الصفقات الجديدة إنه خسر الانسجام والانسيابية في صناعة الهجمات السريعة المتعارف عليها الفريق وقت ما كان بيحصل مع يورجن كلوب، وده أثر بشكل كبير على صلاح. ما بقيناش نشوفه بيهدف زي الأول، ولكن صلاح بيحاول يغير من أسلوبه في الموسم الحالي وبقى جناح في شكل صانع ألعاب، ولكن للأسف اللاعبين بيضيعوا أغلب الفرص بشكل غريب جدا. صلاح في الموسم الحالي صنع 60 فرصة للتسجيل، من بينهم 15 فرصة حقيقية على المرمى، ولكن تم استغلال 6 فرص بس. من ناحية تانية انتشر أخبار إن ريال مدريد في مفاوضات قوية جدا مع يورجن كلوب لتدريب الفريق الملكي، وأكدت بعدها الصحف الإسبانية إن في فيلا متسجلة باسم كلوب في مايوركا بقيمة 4 مليون يورو. وهنا من الممكن إننا نشوف صلاح تاني مع يورجن كلوب في ريال مدريد خلال الموسم القادم. ما تنساش لو عجبك المحتوى تعمل لايك وشير وسبسكرايب.